السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. اتمنى ان شاء الله ان فكرة الفيديو النهاردة تعجبكم. ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، كمان تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد فيديوهاتي. ولو عجبكم الفيديو تشجعوني بلايك. بصي، انتي لو رخصتي نفسك وتنازلتي هتبقي بتدي لاي حد الحق ان هو يعمل فيكي اي حاجة. في ظل الغلا اللي احنا فيه ده، في بنات كتيرة جدا بتقول لا انا مش هجيب شبكة مثلا، او ان انا هتجوز بدبلة. لو انتي الشخص اللي انتي ارتبطتي بيه ده اللي هو هيخطبك وهيجيب لك الدبلة ده، لو هو ابن حلال واهله ولاد حلال، هيشيلوها لك جميلة، وهيحطوكي في راسهم وهيقولوا ان انتي شارياهم وشاريه ابنهم ولما تتجوزي وتدخلي بيتهم او تاخدي ابنهم هيشيلوها لك جميله، وهيبقوا يعني يقولوا بصوا ده دي بنت ناس، دي وقفت جنبنا، دي عملت وسوت. تمام. في بقى ناس لو هم مش ولاد حلال اصلا وهيطلع خطيبك دوت، انتي يعني شفتي الجواز عامل زي البطيخه. احنا بنفتح البطيخه مش عارفين ايه اللي جواها، احمر ولا بطيخه قرعه. فهو الجواز عامل كده، ممكن يقع يعني تقعي في قرابيز واحد. بصي اعوذ بالله، كل ما يشوفك يقولك ده انا واخدك ببلاش، ده انا جبتلك دبله، ده انا ما جبتلكيش حاجه، وانتي كنتي تبقي حباه في الخطوبه وعامله كده عشانه، واللي هو بقى ايه عشان يشيلها لك بقى جميله، وان انتي ما كنتيش عايزه تغرميه والكلام ده كله. واهله بقى كل ما يجي يتخانقوا معاكي هيقولك ده احنا واخدينك ببلاش. زي ما في الحلو في الوحش، زي ما في ناس بتقع في شباب بسم الله ما شاء الله تبارك الله محترمين ولاد ناس اهلهم طيبين يتحطوا على الجرح يطيبوا، في ناس بتقع في ناس يتحطوا على الجرح يولع. ف انتي لما تيجي تتنازلي، ما تتنازليش عن كل حاجة او عن حاجات كتير، او تتنازلي عن حقك، لان لما تتنازلي عن حقك ده غلط. انا سامعين الحوار اللي كان داير من كام يوم على الفيسبوك عن البنت اللي هي باباها جوزها تقريبا من غير اي حاجة. مش فاكرة الكلام بالظبط، بس المهم يعني ان هي دلوقتي جوزها طردها هي وولادها من البيت، وهي ملهاش اي حق في اي حاجة خالص خالص خالص. عايزة احكي لكم كمان على حاجة، حوار شاكوش ومراته. دلوقتي لما هو خلاها سجدت في الارض يوم الفرح، هي بعد كده قالت ان هو اللي خلاها سجدت، وهو بعد كده هو عايرها ان هي سجدت والناس عايروها، وهي بتقول ان هو اللي قالها اسجدي في الارض عشان نعمل ترند. في ناس بيقولوا ان هي سجدت من فرحتها ان هي بقى اتجوزت شاكوش والكلام ده كله، وفي ناس بيقولوا هو اللي قال لها كده، وهي بتقول هو اللي قال لي اعمل كده عشان ترند وكده، وهي اتعايرت. في اي مكان في الدنيا، في اي مكان في العالم، معروف ان البنت لما بتكون مخطوبه وبتقدم لها عريس تاني، اهلها بيقولوا له او بيعرف لما بيسال عليها او بيعرف من الشارع ان البنت دي كانت مخطوبه قبل كده. لو كتبت كتاب وفسخت او طلقت قبل ما تتجوز برضو بيعرف العريس، بيعرف ان هي كتب كتابها قبل كده. لما مثلا بتتجوز وتكون مثلا مطلقة او ارملة، بيجي واحد تاني عشان يتقدم لها بيبقى عارف ان هي كانت مطلقة او ارملة. حوار شاكوش ان هو اتجوز وبعد كده بيقول ان هو اكتشف ان هي كانت متجوزة واحد قبل كده. طب ازاي وهو اصلا هما الاتنين تقريبا في شارع واحد او في منطقة واحدة، والجواز مش مستخبي، دي كانت متجوزة ومتصورة وعاملة فرح وكل حاجة، فازاي مش عارف؟ فدي برضو حاجة برضو يعني انا مش قادرة استوعبها قوي. الواحدة بتبقى مخطوبة وسايبة خطيبها، واللي بيجي يتقدم لها تاني بيبقى عارف ان هي كانت مخطوبة قبل كده وفكت الخطوبة. فحوار شاكوش ده برضو مش راكب في دماغي قوي. ان هي كانت متجوزة وهو ما يعرفش، وان هو عرف فمشاها وطردها من البيت والكلام ده كله. ما تخليش واحد
يبقى هو مثلا يعني بعد ما تتجوزي يعني قبل ما تتجوزي عززي نفسك، خلي اهلك واخواتك يقعدوا يتشرطوا ويطلبوا، ولو العريس في مقدرته ان هو يعمل لك اللي انت طالباه قشطه. لو هو واحد ابن حلال اقفي جنبه انت واهلك، مفيش اي حاجه خالص. لو انتوا عارفينهم، لو انت عارفه ان هو ابن حلال، لو انت عارفه ان اللي انت هتعمليه معاه ده مش يعني هيقعد لك بعد كده، اقفي جنبه. انما لو انتوا ما تعرفوهمش او ما تعرفيش انت داخله على ايه بالظبط، لا خدي حقك وعززي نفسك. عايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان في برضو من كام سنه واحده هي كانت كاتبه كتاب واتطلقت، كاتبه كتاب بس ما اتجوزتش ما دخلتش. المهم جه واحد خطبها، جهزت شقتها، فرشوا الشقه وكتبوا الكتاب وعملوا كل حاجه مية مية. وراحت يوم الحنة بالليل الشقة ترن عليه ما بيردش، ترن ما بيردش، راحت الشقة لقت الشقة فاضية على الأرض، خد العفش كله، بعت لها ورقة الطلاق وراح يتجوز واحدة تانية على العفش بتاعها وعلى كل حاجة، وطلع قال دي كانت متجوزة وما كانتش معرفاني. فعشان كده حبيت ان انا اعاقبها. بصوا يا جماعة، هو اللي تعمل كده، اللي تنكر ان هي كانت متجوزه قبل كده او كاتبه كتاب قبل كده. كاتب الكتاب ده مش جواز، ده هو كاتب الكتاب جواز واشهار وان انت اتجوزتي وكل حاجه، لكن لما تروحي بيت جوزك دي حاجه تانية. انما كاتبه كتاب وقاعده في بيت اهلك، ما رحتيش بيت جوزك وحصل انفصال، خلاص انت زي ما انت بنت، زي ما انت ليكي كل حقوق بنت البنوت، ان انت يتعمل لك كل حاجه. مش ان انت خلاص كتبتي الكتاب بقى لا يوقدوكي بقى والكلام ده كله، لا. اللي تنكر هي تستاهل اللي يحصل لها، انما الواحده الصريحه دي اللي بتخاف ربها دي لا، كده يبقى ايه، معاها حق في كل حاجه. مغزى فيديو النهارده ان انت تعززي نفسك وما ترخصيش نفسك وما تقوليش مش عايزه. لو هو في مقدرته يجيب لك ويعمل لك قشطه، مش في مقدرته خلاص، عشان ما تتعايريش بعد كده. هتتنازلي هتتعايري، انما لو هو ابن ناس وابن حلال وحد كويس وانت عارفه انه كويس، لا اقفي جنبه انت واهلك. الصوره بتعمل كده، انا اسفه عشان بصور من كاميرا الموبايل. فاتمنى ان الحال يتغير والناس تتغير والناس تنظف قلوبها، وكل واحد يخاف على بنته وعلى حق بنته، ويكون سند وظهر ليها. ولو مفيش اب يبقى الاخ سند وظهر لاخته، يكون سندها وظهرها قبل الجواز وبعد الجواز، عشان جوزها يبقى عارف ان ليها ظهر وليها سند، ما يقدرش ان هو يكسرها ولا يجرحها. طبعا مش بلطجة، لا كله بالاحترام وبالادب. اتمنى ان الدنيا ترخص والحاجة ترخص وكل اللي مخطوبين يتجوزوا، وكل المغتربين يرجعوا ويتجوزوا بقى، وكل واحدة بتحب واحد ونفسها ان هو يتجوزها او يروح يخطبها عشان الدهب بيرخص عشان يعرف يروح يخطبها. ربنا يا رب يسعد كل الناس ويريح قلب كل البنات ويخلي لنا ولادنا ويريح قلبنا ويسعدنا ويفرحنا جميعا يا رب، وينجح ولادنا كلهم يا رب. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.